الدبلوماسية السياسية هي اللي غيرت كل شيء، يعني نقولوها، يعني واش خلى اليوم الجزائر ولات يعني إفريقيا في المجال الرياضي هي الدبلوماسية السياسية، السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ووزير الخارجية سيد رمضان العمامرة، هي اللي خلات اليوم يعني طلعنا في درجة، يعني في درجة قصوى في هذا يعني المنوال يعني تاع السياسه الرياضيه. ولذلك اليوم نظن شوف الحنكه الجزائريين، لان ما خلوش الامور تتعكر وتقعد على حالها. سفير الجزائر في الكاميرون استدعى صامويل ايتو، كان عنده دردشه معاه، عطاله يعني انفيتاسيون اوفيسيال باش يجي للجزائر، وشفنا كيفاه يعني رحب به يعني في الجزائر. اليوم انا نذهب الى ابعد من ذلك حكيم. اليوم نظن حكيم لاول مره في افريقيا هاد يعني لورغانيزاسيون تاع لا كان 2025 رايحه تتحدد بطريقه وين تكون كثير من الشفافيه، لان اليوم الجزائر اليوم ترند في لو فورسينغ، لان هاد لو فورسينغ شوف اولا سياسيا، لان حكيم اليوم لما انت الدبلوماسيه تاعك تتكلم مع الدبلوماسيات الافريقيه الاخرى، تعرف ان اللوبينغ يعمل بهذه الطريقه، ويكون عندك يعني دي فوا ويعطوك دي زاكور دو برانسيب. كيعطيك انا اكور دو برانسيب، انت لما نمشيو الى الانتخابات تعرف ان كل دوله تعطي تعليمات الى رؤساء فيدراليتها لكي تصوت على بلد او بلد اخر. ولذلك لما انت تو فا فير تي كونت، تو فا كونتابيليزي لي فوا قبل بدايه، لا سامحني، هذا المجلس التنفيذي سامع، لا كاين هذاك وحده بتاثير من بلد، كاين من البلدان، سي بو بريسيزي سي تو، معليش ولكن كاين بلدان واش انا نتكلم. انا معاك ولذلك اليوم احنا الجزائر يعني اوني اون تران دو تو فار، وزيد على ذلك اليوم هذا الشان كان يعني بوتيتر نقول لك لا ميور شوز كي بويس اريفي للجزائر، والتايمينغ تاعو لو واحد يجي جوست يعني قبل لانونس تاع البلد الذي سينظم كان 2025. اليوم كل يعني اللجن الامين العام رئيس الكاف متواجدين بالجزائر، يعني راوا باعينهم وما هو احسن ملف حكيم. ما كاش احسن ملف كالواقع. الواقع انك ترى الملاعب، ترى الجماهير، ترى البنيه التحتيه، ترى يعني التسيير الامني ولا التنظيمي، لان كل الاشياء جرت على ما يرام. اليوم حتى يعني لجنه تنظيم كوت ديفوار جات الى الجزائر لكي يعني بور سامبريني دو لورغانيزاسيون سيكوريتير اي اورغانيزاسيونال. انا واش تمنيت حكيم اضافه على كل شيء، لان شوف الدوله نقولوها يعني بكل كما نقولوا احنا فيك توت كلارتي، يعني بدون يعني سون ديماغوجي، سون يعني بلا ما نزيدوا عليها. الدوله وضعت كل الامكانيات ودارت كل شيء، والحمد لله اليوم رانا نشوفوها يعني واقعيا، سوني با دي بروميس سي دو بالبابل. زيد على ذلك اليوم انا تمنيت لو الفاف، دائما ما نقولوا الفاف عندها ان بوتي روتار، تمنيت لو دارت ان لوبيينغ، لو اليوم جابت مثلا لاعبين دوليين سابقين ديرهم مع رؤساء الوفود مع لي ديليغاسيون، يعني يكون تواصل مستمر، لان اليوم هاد لي ديليغاسيون تحط لها ناس، لان شوف قد ما هاد لي ديليغاسيون يشوفوا، قد ما تحط لها ناس يعرفوا كرة القدم الإفريقية، قد ما الناس تكلم لها على الجزائر، على المنشآت، على الأشياء يعني كرويا، قد ما تزيد تربح أصوات إليك وتدعم. يعني هذا هو اللوبي. اللوبي هو انك يعني تستثمر في الاوضاع. يعني اليوم عندك وضع كي اون تا فافور، انت راك تنظم الشان، انا كي ننظم الشان لازم يعني ليلا ونهارا، ما نقولكش رئيس الفاف وحده ولا المكتب فيدرالي وحده، ولكن استنجد بكفاءات جزائريه برياضيين سابقين، ونعمل يعني كما يقولوا بريسينغ على هاد الناس، على هاد رؤساء البيعه، المدربين، الكل. لازم يعني جو دوا فير اون اوبيراسيون شارم، لازم يعني انا نخلي البلد نتاعي دائما يعني الناس هادو ندخلها لهم في راسهم ان ما كاش احسن من الجزائر. اكيد. شوف بغض النظر على هذا حكيم، ايتو شخصيه يعني معروفه ومؤثره في عالم الرياضه، في عالم كره القدم. نعرفوا انه هو يعني من الممثلين تاع الفيفا، من اللاعبين يعني اللي داخلين في كرة القدم، كأس العالم الأخيرة ما زالوا لي زومباسادور تاع لا فيفا، من اللاعبين الكبار يعني اللي تستعرف بهم الفيفا، واللي دائما حاضر في المحافل الدوليه الكبرى في كره القدم. نعرفوا ان
ايطو دائما كي يتكلم كان يعمل يعني ديزانترفيو، دائما كان يعني يدير ضجه كبيره ودير يعني دائما صدى كبير. هذا اللاعب لما يكون معك راح يعطيك دفعه كبيره، بغض النظر انه هو رئيس فيدراليه كاميرون اللي عنده يعني صوت راح يعطيه لك. نعم. لاعب كبير، لاعب معترف به، ولكن الحاجه المهمه حكيم انك ماشي غير تستنى ايطو احنا من الجهه الاخرى حاضرين واعطينا المثل بهذا الشان. هذا هو الشيء الاهم. نعم. ربما لان الناس شحال تعيا راح تعمل في اللوبيات وتعمل اجتماعات والسياسه والدبلوماسيه الرياضيه، والناس تتبع بلدها وسياستها، ما تقدرش تمضي ضد العلاقات تاع بلدها. ولكن الناس كي تشوف باعينها، تشوف يعني كل ما جرى لها، كل الناس، كل التسهيلات اللي عطاو لها في هذا الشان، يعني تكون مرتاحه. ماذا بها تعاود تجي تلعب كان في الجزائر وتكون عندها هذا الترحاب، تكون عندها هذه الامكانيات في التدريب، هذه الامكانيات يعني في لوتيلري، هذه الامكانيات في السياحه، الجماهير تاعها ما يكونش عندهم مشاكل. يعني كل هذه الاشياء تخلي الناس تتمنى تعاود ترجع للجزائر. جميل. لو كان انت التنظيم تاعك يكون كارثي، ولو تكون عندك علاقات جيده راح تخدم ضدك حكيم. الأكاذيب والإشاعات بدأت قبل كما قلت، ولكن يعني بضعة أسابيع قبل مجيء هذا يعني لي ديليغاسيون أفريكان إلى الجزائر، يعني كما قلت حكيم إشاعات عديدة. ولذلك نظن نتكلم دائما ونقول المخزن المغربي، لأن هما اللي كانوا دائما وراء هذا يعني هاد المشاكل اللي حبوا يسبوها. لأن هما شوف ils ont préparé un coup، هما دايرين في بالهم ان اوغندا ما تمشيش، ان ليبيا ما تجيش، ان الكاميرون ما يجوش، وهما يعني سيتي لا سوريس سور لو غاتو. قال لك يعني احنا كي ما نجوش يعني سوريتي جوستيفي. اليوم الحمد لله يعني كل شيء كان على ما يرام، الا هما اللي ما جاوش، وكل شيء بان. لان حتى رئيس الكاف ورئيس الفيفا تخيل ان كانوا حابين ما يجوش يحضروا يعني حفل الافتتاح، كانوا حابين يعني برمجوا قرعه يعني لا كوب دي موند دي كلوب في نفس اليوم يعني، وخلي كثير من الاشياء. ولكن باش تقول العداله الالهيه لما تشوف ان بلد محنك سياسيا، احنا ربحناهم حكيم. الدوله الجزائريه تفوقت على هذا المخزن المغربي في الكواليس وحتى في الواقع. لان اليوم شوف خلينا المغرب يكون يعني اوتاج دو سون بروبر بياج، يعني طاح في الفخ وحده وخلى روحه، يعني الا هو البلد الوحيد اللي ما مشاش الى الجزائر باش يلعب هذا الشان. وزيد على ذلك يعني رئيس الكاف كان يعني تلقى كل يعني تو لي زيكليرسيسمون بوسيبل على عدم مجيء المغرب، يعني يعطيناهم كل الحلول بوسيبل ايماجينير باش يجوا الى الجزائر. هما اتخذوا هذا القرار لكي يفسدوا عرسا. هما تخيلوا في عقولهم ان كثير من البلدان الافريقيه لا تاتي الى الجزائر، وما حبوا يعني يزيدوا توتر العلاقات الفيدراليات يعني بين الجزائر والكاميرون. اوغندا اللي كان عندها مشاكل ماليه لقت كل الترحاب، وحتى الجزائر يعني كانت بعثت برقيه وقالت لهم رانا هنا نتكلفوا بكل المصاريف، قالت لهم تكلفوا بكل المصاريف وكل، باش تشوف ان الجزائر كانت في المرصاد من الوهله الاولى الى الوهله الاخيره. وهذا وش يخلي اليوم لما نتكلموا حكيم على الكاف اليوم على درايه تامه بما يحدث وبما الجزائر قادره توفر لها كامكانيات وكيعني هياكل قاعديه.